أهلا وسهلا بكم في صفحة عالم القطارات على الفيسبوك واليوتيوب وإنستجرام. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس والضغط على إعجاب بالفيديو، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم تيجي كإجابة للعديد من الأسئلة اللي كتوصل بهم الصفحة على الفيسبوك واليوتيوب، وهو كيف تصبح سائق قطار في المغرب. أولا غنعطوكم العناوين العريضة، من بعد غنفصلوا فيهم إن شاء الله. أول خطوة بإذن الله في الطريق إلى سائق القطار هي بكالوريا العلمية، من بعد دبلوم تقني متخصص في شعبة إلكتروميكانيك، من بعد تجي خطوة اجتياز امتحان وطني ديال لونيسيف. وخاص الواحد اللي ناجح في هذا الامتحان يكون في واحد من هاد جوج المهن، يا اما رئيس القطار او سائق المناوره، شاف دو تراه ولا كونديكتور دو مانوفر. ثم اخيرا مرحله سائق القطار. نبداو نفصلوا دابا في العناوين العريضه. اولا لازم تكون عندك بكالوريا علميه. ثانيا غيخصك دبلوم تقني متخصص في شعبة الإلكتروميكانيك دو سيستم أوتوماتيزي، مسلمة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني لوف بي بي تي، بغض النظر عن المعدل. ثالثا غتسنى يخرج امتحان وطني للولوج إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية. هذا الإعلان كيتم النشر ديالو على صفحات الوظيفة العمومية، وكيتم التداول ديالو على صفحات الفيسبوك. في حالة نجاحك في الامتحان الكتابي كيتم المنادلات عليك لاجتياز الامتحان الشفوي. من بعد النجاح في الامتحان الشفوي تيكون من بعد اختبار جسدي عن الطبيب المكتب، تيشوف من خلاله خلو المترشح من أي مرض أو إعاقة اللي تقدر تمنعو من ممارسة العمل ديالو. من بعد الاختبار الطبي تيجي اختبار بسيكوتقني. هذا الاختبار مهم حيت هو اللي تيحدد المهنة اللي غيزاولها المترشح، وهذا الاختبار تيكون مقسم على جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول تيكون عبارة عن جلسة مع خبير نفسي، والاختبار الثاني تيكون عبارة عن امتحانات للذكاء وسرعة الاستجابة، وتتكون على الحاسوب وأجهزة أخرى. من خلال هذه الامتحانات كيف ما قلنا كيتقسموا المترشحين الناجحين لعدد من المهن، والناس اللي غادي يكونوا إما سائق مناورة كونديكتور دو مانوفر أو رئيس قطار شاف دو تراه، هما اللي غادي يسلكوا المسار إلى سائق قطار. وغادي يتم تقسيمهم لقطبين، إما سياقة المسافرين بول فواياجور، أو سياقة البضائع والسلع بول فريت إي لوجيستيك. الناس اللي دخلوا رئيس قطار غيدوزوا 3 سنوات أقدمية، من بعد يتسناو امتحان داخلي من أجل الحصول على مهنة سائق مناورة. والناس اللي دخلوا سائق مناورة أيضا غادي يتسناو حتى هما 3 سنوات من أجل اجتياز امتحان داخلي ديال رئيس القطار. من بعد مدة تيكون امتحان داخلي من أجل مهنة سائق قطار. ومن شروط هذا الامتحان أنك تكون مدوز جوج ديال المهن اللي هي رئيس القطار وسائق مناورة. عادي يمكن لك دوز هذا الامتحان. من بعد عدة تكوينات حول نظام التشوير وسياقة القطارات، وعدة امتحانات كتابية وشفوية وطبية وبسيكوتقنية، إضافة إلى امتحان جهاز المحاكاة. من بعد هادشي كامل يمكن لك تصبح سائق قطار في المغرب.